السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا في صحه جيده ان شاء الله وعواشركم مبروكه. اليوم غادي نشارك معكم هذه الحلوه اللي غزاله بزاف. جربوها ما غاديش تندموا عليها. كتجي شيشه اقتصاديه، المقادير ديالها في متناول الجميع. كيجي الشكل ديالها رائع. نتمنى تجربوها في هذا العيد ان شاء الله. المقادير ديالها كيف قلت لكم اقتصاديين وفي متناول الجميع، غير بثلاثه المعالق الزبده كتخرجنا الكميه كامله. اول حاجه هنا غادي نحمر كاس ديال الكوك، عاد غادي ندوزو للمقادير. قلت يعني نصوروا معكم باش تشوفوا الطريقه ديال كيفاش كنحمر الكوك وصافي. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش، غادي نديرو في كاسرونه ونبقى كنحرك حتى كياخذ اللون الذهبي ديالو. طبعا ما غاديش نوقفوا التحريك، حيت الا حيدنا يدنا من التحريك راه غادي تحرق داك الكوك. خصو ضروري كيف كتشوفوا نتوما كتحركوه هو كيذهب اللون ديالو. صافي غادي ندوزو للمقادير. عندي 2 كيسان ديال السكر ما عامرينش، 2 كيسان ديال الزيت ما عامرينش، شويه ديال الملحه، ديك الكاس ديال الكوك اللي حمرت معاكم، 2 خميرات و2 بيضات، وعندي هنايا 3 المعالق كبار ديال الزبده، وغادي نحكو القشره ديال الحامض والطحين. اول حاجه غادي ندوز نحك داك الحامض، اولا الا عندكم التين يعني البرتقال حتى هو استعملوه ماشي مشكل، غير غسلوه مزيان داك القشره وصافي. غادي ندير داك 2 كيسان ديال السكر ما يكونوش عامرين، وغادي ندير داك 3 ديال المعالق ديال الزبده. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان، الناس اللي عندهم ميزان في الدار يديروا 125 غرام ديال الزبده. غادي نبقى كنخدم الزبده والسكر مزيان حتى يذوب داك السكر. عاد غادي نبدا كنضيف الكيسان ديال الزيت واحد مورا واحد كيف كتشوفوا معايا في الفيديو، راه الطريقه باينه وواضحه. غنبقى كنخلط مزيان حتى كيذوب داك السكر، وغادي نضيف 2 بيضات يكونوا خارجين من الثلاجه على الاقل واحد نص ساعه ولا ساعه. هاد العمليه ديال اننا نخدموا الزبده والسكر مزيان هي اللي كتعطينا ديك الهشاشه اللي كتجي الحلوه ديالنا هشيشه بزاف وما كتجيش يعني مدقصه وقاصحه. هنا غادي نضيف داك الكوك اللي حمرت معاكم، وغادي نخلطوها مزيان كيف كتشوفوا. من بعد غادي ندير الطحين. بالنسبه للطحين يعني ما داتليش كيلو كامل، كيلو قله شطات لي باقي واحد الطاسه هكاك مع عمراج. غادي نضيف داك الخميره حتى هي 2 ديال الخميرات، وغادي نبقى كنخلط كيف كتشوفوا. الحلوه باش كتجينا مزيانه خصنا نخلطو غير بالاصابع. ما عمر الحلوه ديال الحلوه كيف ما كانت ما عمرها كانت كتدلك، خصوصا الا كانت فيها الزبده والزيت. كيف كتشوفوا كنخلط غير بالاصابع. ملي كتشوفوا ان الخليط او العجينه ديالنا مبقاتش كتلصقنا في اليد، عرفوا بانها يعني بركه لها الطحين. كيف كتشوفوا دابا انا غادي نجمعها، ما غاديش ندلكها، غير كنجمعها، كنحاول بحال اللي كنجمعها باش ما كتدلكش. الا دلكناها راه غادي يطلق لنا داك الزيت ديال كتطلق الزيت وداك الزبده عاود كتذوب كترجع لنا العجينه صافي ما كتبقى مزيانه. صافي هنا غادي نرش الصينيه اللي غادي ندخل الفران. غادي ندير كويرات وغادي ندوزهم في السكر كلاصي. بالنسبه للسكر كلاصي ديال الدار وصافي، يعني انا طحنته في الدار ما ديرتوش في يعني ماشي ديال برا. بالنسبه لواحد الملاحظه، ملي ديروا هاد الحلوه تعجنوها يكون عندكم سكر مطحون، حيت كيف كتعرفوا الكوك راه كيشرب. باش ما تخليوهاش يعني عاد تمشيو طحنوا السكر وغادي تشرب لكم، غادي تحاول ديك العجينه غتنشف لكم شويه. غادي ندير داك الحلوه كيف كتشوفوا في السكر، وغادي نديرها في الصينيه وندير لها واحد الحبه ديال الكاوكاو من الفوق، يعني واحد 5 دراهم ديال الكاوكاو وصافي. انا درت تما نص كاس ديال الكاوكاو، ولكن شاط لي منه تبارك الله، يعني ما ديك على حسب العدد الحبات وصافي. حيت هاد الكميه كتخرج لنا 52 حبه، يعني 52 حبه ديال الكاوكاو اللي غنحتاجو صافي. بالنسبه للطياب ديالها غادي نديروا لها الطياب بحال هي الغريبيه البهله. غادي نديرها لتحت حتى كتشقق مزيان، عاد كنطلع الفوق باش يتحمر لها القاع ديالها، يعني بحال الطريقه اللي كنطيبوا بها البهله وصافي. هذا هو الشكل ديالها بعد ما طابت. ما كنخليوهاش تحمر اكثر من القياس، كنخليوها يعني غير كيذهب اللون ديالها، يلا كيميل باش يذهب شويه، حيت هي اصلا كتكون طايبه. الشكل ديالها كيجي هو هذا كيف كتشوفوا، كتجي هشيشه بزاف. نتمنى تجربوها، غادي تعجبكم بزاف. المذاق ديالها صراحه غزال بزاف، وحتى الشكل ديالها يعني كيجي زوين. نتمنى تجربوها ان شاء الله في هذا العيد، تزوقوا بها الطبله ديال العيد ديالكم ان شاء الله. وشكرا على المتابعة ديالكم، إلى فيديو مقبل إن شاء الله.